السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. رحت انا ويوسف الهايبر، جبنا شوية حاجات، وكمان رحنا السوق وعملنا محشي. تابعوا بس الفيديو هيعجبكم قوي يا جماعة، ويا ريت تشجعوني شوية بقى باللايكات والاشتراكات، وتقولوا لي رأيكم بقى في الفيديو. جبت بقى منظف البوتاجاز. المنظف ده جميل قوي يا جماعة، مش عارفة اسمه ميكس ولا اسمه ايه. جميل قوي بجد، ريحته حلوة يعني ما بيخنقش كده في الريحة، وبيلمع البوتاجاز قوي. وجبت بقى ملح، وجبت دقيق، وجبت مناديل ومعجون اسنان، والفيري بقى للمواعين، ودي اكياس زباله، وجبت شماعات وجبت طبق برضو من اللي احنا بنغرف فيه ده عاجبني قوي، وجبت خل. بس كده يا جماعه، يعني الهايبر جنب السوق، فدخلت بقى انا ويوسف جبت شويه حاجات كده، على يعني ما كترتش عشان اقدر اشيل. بس كده يا جماعه، يا رب تكون المشتريات عجبتكم. هوريكم بقى المشتريات التانية. رُحنا السوق بقى، جِبت خضار بقى، جِبت خيار وجِبت طماطم وجِبت خضرة وجِبت كوسة وبدنجان وجبنة مشمش، بس كده، وفلفل. عايزة أقول لكم الطماطم مش عارفة جرى لها إيه يا جماعة، غالية ووحشة أوي يعني، يا ريتها غالية وموجودة. فجِبت منها بقى يعني على قد المحشي. وزي ما أنتم متعودين معايا بقى، هاقعد ألِم بقى كل الحاجات دي، أنضّفها كده، هاقوّر الأول وأنضّف الخضرة، وأجيب بقى العلب بتاع الطماطم والخيار والفلفل والحاجات دي وأحطها. بس كده، مش عارفة أبُص لكم بقى وأنا باقوّر. خدت لكم لقطة كده بس وأنا بانضّف الخضار، يعني ما بادخلش المطبخ بقى أقعد أفضل واقفة، عشان أنتم عارفين إن كان ضهري تاعبني. فباخلّص كده وأنا قاعدة بانضّف الخضار كلّه، أقوّره وبرضه أنضّف الخضرة، وأشيل بقى الحاجات دي كلّها. عمر هنا خَد مني طماطماية، كان بيعمل له قرصة بجبنة كده عشان هيفطر. بس كده يا جماعة، دخلت بقى على المطبخ، خلّصت الكوسة بقى والبدنجان والخضرة نضّفتها، واللي في الكيس ده لحمة، والطماطم كمان غسلتها، وباقشّر البصل. عايزة أقول لكم البصل ده جديد، وكنت جِبت الأبيض حرق لي عينيّا أوي، فجِبت الأحمر برضه، مش عارفة أعمل ليه كده، مش عارفة عشان جديد والّا إيه. بس بقى بالكبة دي باحط فيها بصلاية، بصلاية عشان إيه، لو كتّرت عليها البصل ما يعني بتبقى تقيلة، شايفين يعني أنا حطيت البصلاية كلّها، ما بقيتش قادرة أتَّكّ عليها أوي، بس هي بتخرط البصل حلو أوي بجد. حطيت بقى حتتين زبدة كده كانوا عندي في الفريزر، أنا باخلّي الزبدة دي للمحشي، باحس بيبقى طعمها حلو أوي في المحشي. بس بقى حطيت عليها البصل، شايفين الكبة خارطة البصل جميل إزاي، كأنِّك خارطاه على إيديكِ. هاحط عليها ملح، واسيبها بقى إيه، مش هتتقلّى أوي، بس هتبقى داخلة على تقلية كده، واحط عليها الطماطم. بس كده يا جماعة، ولّعت بقى هنا على حلة الشوربة بقى، الحلة اللي هاسوي فيها اللحمة يعني، وهاقطّع بقى الطماطم والبصل بيتقلّى. يعني باعمل ده كلّه والبصل بيتقلّى، وكمان هاغسل الكوسة والبتنجان، وهاغسل اللحمة واجهّزها، وكلّه كده وأنا واقفة. كان في بقى ناس كتير طلبت منّي طريقة المحشي اللي في البث يعني، فدي طريقتي بقى في المحشي يا جماعة. باحب أعمله بالزبدة، وكمان ما اكتّرش الزيت، يعني باحط زيت حاجة بسيطة كده، وباحط بقى البصلة تتقلّى. في ناس ما بتقلّيهاش، يعني بتشوّحها وتحط كلّه، أو بتسبّك الطماطم وبعدين تحط عليها البصل. كل واحد وله طريقته يا جماعة، أنا باحب أقلّي البصلاية أسكّرها كده، يبقى ليها طعم، وبعدين أحط عليها الطماطم. بس كده بقى قلّبت البصلة، وزي ما قُلت لكم بقى، شايفين هنا باقلّب لكم في اللحمة. أنا باحبها يا جماعة تبقى ملبّسة، هُم عايزينها حمرا. فتحي عمّال يقول لي: "أنتِ جبتِ اللحمة، إحنا مش هنعرف ناكل منها." فقُلت له: "أنا باحبها كده." ما أعرفش بقى أنتم كمان زيّنا والّا إيه، اللي بيحب اللحمة ملبّسة يا جماعة زيي يقول لي. أنا باحبها كلّها تبقى فيها دهن، ملبّسة يعني يبقى فيها دهن كده، وتبقى سمينة، وباحب أنا السمين ده. بس كده بقى يا جماعة، شايفين البصلة يعني دخلت على احمرار كده، هو البصلة كمان أحمر مش باين أوي. حطيت بقى الطماطم، وهاحط بقى رشة سكر ورشة ملح، يعني باكتر الملح شوية، باحب أنا أحدّق الطماطم مع التسبيكة، بيبقى طعمها حلو لمّا بتتسبك. هاغطّي عليها بقى، وهنا المَيّة ما كانتش غلت أوي، بس حطيت بقى اللحمة عشان أقعد بقى ضهري وجعني. هاخرج بقى، وبعدين هادخل ألِم الريم اللي عليها، وكمان التسبيكة هتبقى اتسبكت، شايفين بقى جمال التسبيكة عملت إزاي، وغطيتها بقى وسِبتها عاشت مع نفسها كده. بس كده يا جماعة، هاشيل بقى شوية طماطم، حسيتها كتير بس هي ما كانتش كتير. أنا حطيت برضه نُص الطماطم اللي أنا شِلتها، حسب بقى ما أنتِ عايزاها حمرا أوي، عايزاها مش ما تكونش كتير الطماطم، براحتك بقى. بس كده يا جماعة، أحط بقى حطيت فلفل وكمون وكزبرة بس وخلاص، ما باكترش أكتر من كده على المحشي يعني. ممكن أحط مرقة دجاج، بس لمّا أكونش عاملاه بزبدة. لمّا باكون حاطة سمنة وكده، باحط مكعب مرقة دجاج. وأهم حاجة تضبطي الملح
في الرز، يعني يبقى محدق حاجة بسيطة، مش حادق حادق، لأ يبقى محدق حاجة بسيطة، بتضبط أوي في المحشي وبيبقى طعمه حلو. لو الرز ما كانش محدق شوية، المحشي ما بيبقاش مضبوط يا جماعة. وكمان أنا يعني مخلّياه محدقاه شوية، وكمان هارُش رشة بسيطة خالص على البتنجان هتشوفوه معايا لمّا آجي أسويه. بس بقى يا جماعة هاقلّب كويس بقى، باحب أشوّح أوي في الرز، وكمان البتنجان باحط الخضرة، آآ يعني باحط الخضرة وأنا باشوّح، باحسّه بيفرق أوي في الطعم لمّا باحط الخضرة بعد ما أشوّحه، باحس إن الخضرة كده مش مستوية في قلبه، لأ لازم تشوّحي الخضرة مع الرز. ده البتنجان بس، إنّما عايزة تحطّي بقى في ورق العنب عادي، ورق العنب بيستوي كلّه في بعضه كده وبيبقى مستوي كويس. بس خلاص بقى يا جماعة هاحشي، باحط الحلة كده بارفعها من جنب عشان أوقّف بقى على طول. يعني الحلة أنا سانداها على الصينية، أنا سِبته شوية يبرد بس كان سخن أوي يا جماعة. بس عادي بقى هاحشي معاكم شوية وبعدين هاخرج بقى، أنا ما كنتش عايزة أخرج برّه بس هو كان سخن، قعدت بقى برّه زي ما أنا باقعد كده وكمّلت بقى الحلّتين، هُم عملوا معايا حلّتين. يعني هُم بيحبوه مستوي يعني فريش كده، ما بنسوّيش وبعدين نسخّنه. ممكن أسوّي لهم ده بالليل بس أنا ما سوّيتش بصراحة، هُم خلاص الحلة دي كفّتنا والحمد لله على كده. وكمان سِبتها بقى سِبت الحلة الصغيرة دي يعني لمرّة كمان، يعني الغدا بُكرة بقى إن شاء الله نبقى نعمل جنبها أي حاجة ونسوّيها. خلاص بقى يا جماعة هنخلّص محشي، وهاسوي بقى معاكم المحشي هنزيده مع بعض، وكمان اللحمة هتكون استوت، أنا مولّعة عليها وموطّية مش معلية عليها أوي، باحب أنا أسوي اللحمة على نار هادية كده ويكون سواها حلو. وكمان اللي ملاحظ معايا إن أنا كنت مكتّرة المَيّة بتاعتها أوي، لإن الشوربة يا جماعة بتاعة اللحمة بالذات بتقِل أوي، ولازم تزوّدي المَيّة قبل ما تحطّي اللحمة. بس كده شايفين جمال المحشي بقى، خلّصت محشي وحطّيت بقى لمّيت الرز ده في علب، وكمان بقية المحشي غطّيته في التلاجة، واللحمة هنا لقيتها استوت معايا، حطيت بقى عليها ملح وسِبتها لمّا غلت كده وبعدين هازيد بقى المحشي. شايفين الشوربة قَلِّت إزاي زي ما أنا قُلت لكم؟ لازم تزوّدي المَيّة شوية في اللحمة وبعد كده بقى إيه، هي هتقِل شوية فتعملي حساب كده، عشان ما ترجعيش تزوّديها مَيّة تاني، لو قَلِّت منِّك زوّديها مَيّة سخنة. شايفين بقى أنا حطيت هنا ملح، حطيت رشة بسيطة خالص يعني باخلّي إيديّا على الوش كده، عشان بس البتنجان والكوسة يبقى طعمهم حلو. بس يا جماعة شايفين جمال المحشي خطير، الكوسة والبتنجان دول بيبقوا في حتّة تانية خالص. أنا ما رضيتش بقى أعمل ورق عنب وكرنب أو أي حاجة تانية، هو كفاية أوي البتنجان على طول كده بنعبّيه بيبقى سهل بصراحة. وكمان الشوربة بقى في اللحمة كده هُم بيحبوها كده، ما بيحبوهاش محمّرة، يعني كنت الأول باحط حتّة زبدة كده واحمّرها، لأ حبّوها كده أكتر في الشوربة. يا رب يكون يا جماعة الغدا عجبكم، وما تنسوش اللايكات والاشتراكات والصلاة على سيدنا النبي محمد، وتقولوا لي رأيكم في المحشي، وهناخد بقى المحشي ونخرج بقى نتغدى زي ما أنتم متعودين معانا، عمر بقى ويوسف. لأ يوسف ما كانش معانا النهارده، يوسف كان لسه ماشي على الدرس، لسه بيفتح الباب وماشي أهو اللي واخد باله، مشي بقى على الدرس قُلت له اقعد اتغدى الأول، هو ما كانش راضي، قال لي لمّا آجي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ومع ألف سلامة.